الحقائق والخرافات عن الدراسة بالخارج. شو أكتر معلومات بتحتاج إنك تعرفها عن الدراسة بالخارج؟ وإمتى بيكون الدراسة بالخارج مناسب ليك أو لا؟ إحنا ليه ندرس برا؟ عشان أعلى return of investment، أعلى عائد من الاستثمار اللي أنت بتعمله. الCV ممكن يتطلب أكتر في مرحلة الماستر، recommendation letters بيتطلب في البكالوريوس بس بيتطلب أكتر في مرحلة الماستر. طب هي البروسيس نفسها ماشية إزاي؟ مكان ما أنا موجود لغاية ما أكون في الدولة اللي عايز أدرس فيها. دلوقتي هتكلم عن الدراسة في أحد أشهر الديستنيشن في العالم، الدراسة في أمريكا. أنت إزاي ناوي تصرف على نفسك هناك؟ لو قلت له أنا هروح هناك ربنا يسهلها، هتلاقي أن أنت خدت ريجكشن. يعني أنا ب4 سنين هتخرج مهندس ومعايا ماجستير، بمجرد ما أنا أخد الفيزا أنا جاهز أن أنا أسافر. كل ده وأكتر هنعرفه معايا. أنا سامي الأحمد، CEO and Co-founder منصة إيمانوفو للدراسة بالخارج ومساعدتك أن تلاقي الكلية والجامعة الأنسب ليك. وده موجود في كورس Study Abroad على Career 180.